أكتر من 150 دولة اعترفوا بدولة فلسطين. نتنياهو مش فارق معاه الاعتراف ده، اللي فارق مع نتنياهو مصر والموقف المصري. وعشان كده أنا بقول للمصريين نخلي بالنا من الأيام الجاية، الفتن. هيحاول نتنياهو عن طريق قنوات الإخوان زرع الفتنة والشك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري. الأول بدأوا قدام السفارات المصرية، وقفوا وعملوا مظاهرات وقفلوا البيبان، عايزين يظهروا مصر إنها بلد ضعيفة، لكن النتيجة كانت خايبة وعشان كده بطلوا. دلوقتي هيحاولوا يزرعوا الشك تاني. إزاي؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري قلل تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، لكن نتنياهو مع ترامب هيضغطوا على الرئيس عبد الفتاح، ده كلامهم، هيضغطوا على الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء. سيناء خط أحمر، لا للتهجير لا للتهجير لا للتهجير.